السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل محلاي. هاي المحلاي اسمها الهيطلية. الهيطلية بتحتاج لحليب ونشا وما زهر ومسكة. لازم تنطبخ بطنجرة ألمنيوم من شان تشويط الحليب. خلونا نشوف طريقة التحضير. هلأ بزين النشا عندي يا أخضر، ممكن نحن نستخدم نشا أخضر وممكن نشا بودرة، بس أنا لكل كيلين حليب بحط ربع كيلو نشا أخضر. وبالنسبة إذا ما في نشا أخضر في نشا بودرة، بنحط لكل كيلين حليب 10 معالق نشا معرمات كبار. باخد شوية حليب من الترين اللي بدي أعمل فيهم الهيطلية وبروب فيهم نشا، وببلش أفتفته بإيدي لحتى أتأكد تماما إنه كله داب بالحليب. بحمي الطنجرة هلا وبكت فيها الحليب وبضيف عليها النشا بنضيفه لما بيكون الحليب بارد، وببلش أحرك ايدي، ما بشيلها ابدا من الطنجرة نهائيا. سر نجاح المهلبية انه تضلي تستمري بالتحريك، انه النشا ما يكلكع معك بالحليب. هلأ بلش يسمك عندي الحليب مثل ما انتو شايفين، وبجيب معلقة خشب وببلش بحرك بس من دون ما اقرب على الارضية، لانه انا بدي اياها تكون طبقة وتحترق مشان تعطي طعمة شياط للحليب. وانتي عم تطبخي الهيطلية اسحبي بالمعلقة وشوفي اذا كان القوام ناعم، النشا مو مزرزر معك، معناتها حتنجح. اذا شفتي انه عم بتزرزر والنشا ما اندمج مع الحليب، معناتها ما حتنجح معك. هلا هي بتكلكع اذا كان التحريك مو مستمر. كمان عيار النشا للحليب، يعني في ناس ما بتحسب الحليب اللي روبت فيه النشا، لا لازم تحسبيه. يعني الحليب اللي بتروبي فيه النشا مع الحليب اللي بالطنجرة لازم يكونوا كليين. بس غليت بحط لها ربع معلقة صغيرة مسكة وما زهر 3 معالق كبار. يا صبايا انا ما قدرت اصور وانا عم بحط المسكة والما زهر، فكرة انه الكاميرا شغالة وطلعت مي شغالة ما عم بتصور. بعدين بتركها 5 دقايق لحتى هيك يطلع لها ريحة شياط حريق خفيف. بعود بطفي تحته. بحضر صينية تكون ناشفة ما يكون فيها ولا نقطة مي مشان ما تفرط. يا صبايا وانتو عم تسكبوا الهيطلية ما تقشطوا من الطنجرة شي، اللي بينزل تركوه ينزل، واللي علقان بالطنجرة لا تقشطوا منشان ما تكلكع على الوجه. تمام، مشان التجعيدة بدي ملمسة على الوجه كله ناعم. هلا اطلع لي كم فقاعة رايحة اشيلون منشان التجعيدة تبقى حلوة. هلا بتركها لتبرد، يعني شي نحط ايدنا على الصينية الايد تقبله. هلا بعد ما مضي ساعة وبردت بجيب قنينة مي باردة وبكتها على الوجه. لازم تكون باردة من البراد لحتى نحصل على تجعيدة كتير كتير حلوة. بستخدم المصفاة مشان تتوزع المي بشكل متساوي على صينية الهيطلية كلها. وبنفس الوقت شايفين شلون بعد ما كتيت المي باردة شلون بلشت تتجعد؟ لسه لما بنحطها بالبراد بتصير بتجعد اكتر وتجعيدتها بتطلع كتير حلوة. هلأ بحطها بالبراد لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة بطالعه وبصفي المي عنها. يا صبايا لازم نصفي المي عنها مشان ما تفرط. شايفين بعد نص ساعة كيف التجعيدة زادت وصارت كتير حلوة؟ يعني بعد ما بردت اخدت برد صارت تجعيدتها بزيادة وصارت احلى. هلا نحن بنحط لها كيس مشان ما تنشف على وشها،
ومشان يكون سهل تقطيعها وقت بدك تقطعيها حطي مي فوقها، وبس خلصتي رجعي صفي المي عنا. هلا منرجع على البراد ومنعيفها لتاني يوم ما منقسمها مشان نضمن انها تكون مسكت ببعضها. هلا انا بدي اعمل القطر، بس بدي اعمله بالحليب. لكل كيلو حليب بنحط 300 جرام سكر، وبنحط 3 معالق كبار ماء زهر. بنضيف السكر على الحليب وهو بارد، ومنبلش نحرك فيه لحتى يدوب تماما، وبعدين بنضيف عليه الماء زهر. وبعبيه بقنينة لسهولة الاستخدام، ومنحطها بالبراد. هلا أكلة الهيطالية ما بتكمل بلا بوظة عربي، ضروري يكون في بوظة عربي. طبعا حسب لهجتي الحلبية نحن بنقول عليها بوظة. هي آيس كريم مدقوقة. هلا اللي بتلاقي صعوبة بتقسيمات ترجع تحط لها مي، بعد ما تخلص تقسيم إذا زاد شي بالصينية ترجع تصفي المي عنه مشان ما تفرط. أنا بالنسبة إلي بقدر أقسمها عادي، ما في عندي أي مشكلة. هلا الهيطالية الناجحة لازم يكون قوامها مثل الجيلي، لا تكون طرية فارطة ولا تكون قاسية، تتحرك ترقص بالمعلقة. هلا بضيف للقطر الحليب اللي عملته ومنبلش ندوق. يلا بسم الله. عن جد يا جماعة طعمتها رهيبة. لا تنسوا تجربوها، ما رح تندموا أبدا، واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس.